قد جئت يا شهر الغفران، شهر الرحمة والإيمان، شهر المحبة والقرآن. أهلا أهلا يا رمضان، قد جئت يا شهر الغفران، شهر الرحمة والإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيباتي، أهلا بكم اليوم في قناة أم دينا. اليوم جيتكم بوصفة المسفوف، إن شاء الله ديروه للسحور وتفرحوا به وليداتكم في شهر رمضان هذا الكريم. المسفوف كما راكم تشوفوا عندي المقادير، طبعا المسفوف وعندي الزيت وعندي زبيب وشوية ملح. أولا نبدأ نديروا الزيت في المسفوف. قيس فنجال، لازمني الحبة تاع المسفوف هذه كامل تتشرب بالزيت هذاك. نفرغ عليه الزيت ونبقى نحركه بيديا مليح، تحركي مليح بيديك حتى الحبة هذه كامل تشرب هذاك الزيت كما راكم تشوفوا في الطريقة. يعني واضحة وضوح الشمس. تبقاي تحركي فيه حتى يتشرب الزيت. من بعد نشمخه بشوية ماء، نغطيه كامل بالماء، ومن بعد كما نقولوها نصفيه شويه من الماء ونرجعه على جنب القصعه ونخليه يتشرب الماء والزيت هذاك كما راكم تشوفوا في الصوره. من بعد نخليه واحد 10 دقائق هكذاك ربع ساعه، نعاود نرجع ليه، نلقاه تشرب هذاك الزيت والماء ولقاه بدا ينشف كما راكم تشوفوا فيه. هاني نحل فيه ونحل مام هذوك الكرابع الخشان تاوعو هذوك، لازم نحلو مليح باه نخليه يزيد ينشف مره واحده اخرى قبل ما نفورو. كيما دوك هكذا راني نحل فيه في القصعه مليح ونحرك فيه بيديا ونفتل فيه مليح، نحلو من الماء هذاك قبل، لازم ينشف من الماء هذاك مليح كيما راكم تشوفوا. نبقى نحرك فيه وساعة ساعة نرجع نحركه، كل مرة نرجع نحركه حتى تكمل 10 دقائق 15 دقيقة حتى ييبس مليح، ينشف مليح من الماء هذا كما راكم تشوفوا لهنا. اني ساعة ونحلو ونبقى نفتل فيه بيدي هكذا ونحل الحبة اللي راهي مكربعة. وبطبيعة الحال كي نعود نحل فيه او كاين فيه الزيت صافي كي نحلو يتحل فاسيلمو، مام الحبه المكربعه هذيك اللي نحلها بين يديا تتحل فاسيلمو، يعني ما تلقايش صعوبه. ولا من بعد ما غلى الماء راح ندير له الفوره الاولى كما راكم تتبعوا معايا. هذه الفوره الاولى على الاقل ندير له 4 فويرات، انا نفورو مليح، وكل فوره فيها على الاقل من 10 دقائق حتى لربع ساعه، لازم يفور مليح. هنا اللي حطيته يفور نخليه واحد 10 دقائق ونعاود نرجع ليه. بطبيعة الحال أنا عندي شوية زبدة تاع بقرات راح ندوبها ومن بعد نحي لها لكان فيها البن هذاك ولا، ونزيد لها طبعا شوية زبدة عادية، نزيد لها ستار ولا. هنا الفورة الأولى أني نحيتها كما راكم تشوفوا، راه سخون هنا راه يبان كما راكم تشوفوا هنا مازال سخون. هاني نحيته من الكسكاس ودوك نحلو مليح كما راكم تشوفوا. لازمني ننشرو مليح حتى يبرد شويه باش نقدر نخدمه. انا دي فوا نخدمو بيدي، دي فوا ندير له المغرفه كما راكم تشوفوا. هنا الزبده راني ذوبتها خاطر كان المسفوف تاعي ندير له زبده دايبه. وهنا هذه الفوره الثانيه قبل ما نفورو اني درت له شويه زيت، قيس فنجان زيت كما راكم تشوفوا، ونحلو مليح، نزيد نحلو ندير له شويه زيت ونحلو مليح الكرابع هذوك. دوك هنا راه برد شويه يعني نقدر نتلاح ليه بيديا نورمال كما راكم تشوفوا. نبقى نفتح فيه هذوك الكرابع بالزيت ونفتحو مليح حتى يبرد. وهوني زدت له مغرفه صغيره، مغرفه تاع قهوه يا ملح
في الكيلو ندير مغرفه صغيره، ودوك كل وحده عينها هي ميزانها. الا كانت لا كونتيتي تاع كبيره ضاعفي المقادير. ودرت له قيس كاس ماء ومغرفه صغيره تاع قهوه ملح، ونبقى نحل فيه هكذاك في بعضه، نحلو مليح في القصعه هكذاك حتى ينشف. كيما راكم تشوفوا لهنا نبقى نفتح فيه هكذا. يعني لازم المسفوف تاعك باش يجيك طري ويجيك بنين، لازم تخدميه من قلبك كيما نقولوها وتتمحني معاه. دوكا راني لحتو الفوره راح نديروها كيما راكم تشوفوا. انا راح نديرو الفوره الثانيه هنا بعد ما فار. طبعا الفوره الثانيه، هذه الفوره الثانيه. دوك نعاود تاني كيف نحلو مليح كيما راكم تشوفوا. دوك نفرغو كامل ونخليه يبرد في القصعه. انا بطبيعه الحال كي يعود سخون نخدم بالمغرفه، كي يبرد شويه نولي كسع نحلو بيديا ونخلطو مليح بيديا كيما راكم تشوفوا. هذه الفوره الثانيه باش تتبعوا معايا مليح الطريقه. هذه الفوره الثانيه بطبيعه الحال راح ندير نفس العمليه مع الفوره الاولى. مانيش راح نحط الملح خاطر حطيت الملح من قبل، ما نزيدش نضيف الملح. وملاحظه فقط للاخوات اللي تشري المسفوف تاع الفتيل في الدار، ما تكترش الملح خاطرك شفتلوه بالملح، يعني دير شويه برك باش ما يجيش بايش يجي بنين وما يجيش مسوس. ما تكترش الملح. انا هذا درت تاع لا فابريكاسيون، ما درتش تاع لي مفتول في الدار. كيما راكم تشوفوا هذه الفوره الثانيه اني حليت المسفوف تاعي مليح في القصعه. ونفس الشيء راح نضيف له كاس ماء ما يكونش كبير بزاف، كاس متوسط، واحد 20 مليلتر ولا. كيما راكم تشوفوا هنا اني نفتحه في القصعه مليح، نفتح فيه في القصعه. بطبيعه الحال هنا الماء راه يغلي، وقبل ما نلوح المسفوف يفور راح نلوح الزبيب تاعي. هذا بعد ما غسلته مليح شمخته واحد الساعه بالماء سخون، ومن بعد اني لحته يفور هو الاول كيما راكم تشوفوا. دوك نغطيه ونخليه يفور واحد 10 دقائق قبل ما نلوح المسفوف معاه. هنا المسفوف تاع الزبيب تاعي وبدا يفور. بطبيعه الحال رايحه نفور الفوره الثانيه، نفور معاه مع الزبيب كيما راكم تشوفوا. دوك نلوح المسفوف فوق الزبيب ونخليهم يفوروا كيف. تبعوا معايا مليح برك البنات باش تنجح لكم الوصفه، والله يجيكم واحد المسفوف هايل. كل حبه وحدها ويجي مشبع بالزبده والسكر، يجي واحد المسفوف يعني ما يهبط وحده، يعني يدوب في الفم. هنا هذه الفوره الثانيه انا راح نديرها بطبيعه الحال مع الزبيب، خاطركش الزبيب لازم نفورو مع المسفوف باه ما يبقاش يتغزغز ويجينا ني، لازم يكون معسل وطايب مليح باش كي ناكلوه مع المسفوف ما يجينيناش، ما يكونش نص طياب ولا. كيما راكم تشوفوا هذه الفوره الثانيه، اني فورتها مع الزبيب. ودوك كيف نحلو هكذا في القصعه، نخليه يبرد شويه، وراح نكمل نفس العمليه كما درت الفوره الاولى والثانيه. دوك هذه الفوره الثالثه اللي راح نزيد ندير. انا الفوره الثالثه تاعي لهنا راح ندير له الحليب. عندي كاس حليب. الحليب يا البنات يمد له واحد الطراوه، واحد البنه هايله، بنه عظيمه كما يقولوا. الحليب يمد له واحد القو هايل. وكل واحد كيفاش يخدم، كاينين من بعض الاخوات يخدموه بالماء، كملوه بالماء حتى الاخر.
انا هنا زدت له قبل ما ندير له الفوره الثالثه راني درت له الحليب، درت له كاس حليب وبطبيعه الحال ونحركه كامل مع بعضه يتشرب الحليب هذاك في القصعه، وراح نعاود نفورو. وبطبيعه الحال البرمه تاعي مازال توجور على الغاز وراهي تغلي. لازم يكون الماء دائما يغلي يا البنات باش هكذا البربوشه تاعكم ولا المسفوف ولا ما يعجنش. يعني هذه كما يقولوها نصيحه ليا ليكم. نصيحتي ليكم يا البنات انكم تخليوا البرمه تاعكم تغلي مليح باش تفوري المسفوف تاعك ولا بربوشه ولا كما راكم تشوفوا هنا. دوكا هنا بعد ما خلطته بالحليب ونشف هاني راح نزيد نفورو. هاني حطيته يفور بطبيعه الحال البرمه راهي تغلي كما راكم تشوفوا هنا، ونبقى نحرك فيه هكذا ولازم يفور مليح على الاقل 10 دقائق ولا ربع ساعه. انا الزبده تاعي تاع البقرات بعد ما دابت صفيت لها البن هذاك. هذا وجدته يا البنات الوحده حبيبتي سخفت عليه بعثته لها كما راكم تشوفوا. وهنا اني درت الفوره الرابعه كيف اني درت كاس حليب، اني درت كاس حليب هنا كما راكم تشوفوا كما درت الفوره الثالثه. نوصيكم يا البنات الملح ما ديروش في كل فوره، ديروا خطره واحده برك، وكل كيلو تاع مسفوف ديروا فيه مغرفه تاع قهوه ملح. هذا مكان ما تكثرولوش الملح يجيكم مالح بزاف. كيف هاني فورته ودوكا راح نفتحوه هنا معكم. هاني راح فرغته في القصعه بطبيعه الحال. وانا يا البنات درت كونتيتي تاع كيلو قيس ليلتين ولا صافي مانيش راح ندير له كامل الزبده والسكر. هاو السكر. وزيد نوصيكم يا البنات كي تعودوا رايحين تخدموه الفوره الاخرى الرابعه ولا الخامسه انت عينك يا ميزانك تشوفي كيف اسكو طري ماشي طري زيدي له ولا ما تزيديلوش الفوره انت اللي تشوفيه. اسم المسفوف راه بين يديك وتشوفي. انا لهنا الفوره الرابعه شتو لقيته هايل، يعني لقيته طري وهايل يعني فاير مليح كل حبه وحدها. انا هنا في المرحله الاخيره راح نضيف له الزبده والسكر. وهنا يا البنات لازم تضيفوا دائما السكر هو الاول كما راكم تشوفوا هكذا باش المسفوف تاعنا يتعسل ويدوب السكر هو الاول في السخانه هذيك باش نضيفوا الزبده كما راكم تشوفوا. والسكر يا البنات كل وحده عينها هي ميزانها. وزيد كاين اللي يحب الحلاوه كاين اللي يحب يجي نورمال برك، كل واحد وكيفاش يحب ياكل المسفوف. انا ولادي يحبوه حلو كيما لا كونتيتي هذه تاع تقريبا راني قسمت الكيلو على 2 ما حبيتش نديرو كامل خاطركش البنات لو كان تحطي له الزبده والسكر كامل ويبقى لك غدوه تفوريه الزبده والسكر هذه كامل باش كي تهبط لك في الماء. لو كان تعاودي تفوريه باش تسخنيه تهبط لك كامل في الماء. من الاحسن خليه ناشف. لا كونتيتي اللي ماكش راح تاكليها الليله خليها ناشفه، حطيها في باسينه صغيره ولا في طبسي ولا غطيها وخليها وغدوه فوريها وعاودي ديري لها الزبده والسكر كما راكم تشوفوا يا البنات. قلت لكم انا لا كونتيتي اللي عندي قسمتها على 2 صافي. اني خدمت نص اني درت له السكر ودوك اني ندير له في الزبده. قلت لكم الزبده تاع البقرات بعد ما دوبتها قبل وغسلتها مليح ونحيت لها البن هذاك عاودت خلطت فيها زبده واحده اخرى تاع ستار. والله جايه البنات واحد المسفوف يعني بنين ما تقدروش تصوروا. شهيتكم في الجنه ان شاء الله.
وهذه المرحلة الأخيرة في طبق التقديم طبعا كما راكم تشوفوا فيه. جا واحد المسفوف يا البنات يهبل. جربوا ان شاء الله الطريقه وتنجح لكم. وهنا كما راكم تشوفوا مع اللبن، واللي حاب يشربوا بالحليب. احنا بطبيعه الحال دائما نديروه في السحور، نسحروا به. كاين اللي يديروه في النصفيه تاع رمضان، يديروه في الفطور. كاين اللي يشربوا بالحليب، كاين اللي ياكلوا وحده، كاين اللي يشربوا باللبن، كل واحد وكيفاه. بصح والله يا البنات جا مسفوف بنين يسخف. كما قلت لكم يا البنات، ها هنا في طبق التقديم. جربوه ان شاء الله تنجح لكم الوصفه، وديروه في رمضان سيرتو للسحور ولا غير حاجه هايله. نصيحتي اليوم يا البنات ليكم ويا اخوات هي اولا ملاحظه، او ثانيا نصيحه. الملاحظه اني كي نروح للطبيب نشوف بعض النساء قاعدين يشيخوا ويهضروا على هموم الدنيا كامل، يجبدوا كلش، يحكيوا على كلش ابار الدين ما يهضروش عليه، يهضروا على كلش. والعجب والحاجه الكبيره اللي نتعجب لها انه قدامهم المصحف، قدامهم سجاده. اي طبيب تروحي ليه تلقيه حاط فوق الطاوله، تلقيه حاط سجاده وحاط مصحف. يعني يا اختي انت رايحه للطبيب، علاه ما تغتنميش فرصه تهزي المصحف تقراي صوره زوج، تصلي ركعه ولا زوج. انت راكي مقبله على الطبيب ودايه لي زاناليز. ادعي ربي ان شاء الله ما يكون غير الخير، ان شاء الله ربي يجيب لك الشفاء لكل مؤمن كامل. يبقاو غير يهضروا. يعني هذه نصيحه لكم يا اخوات. يعني ايفيتيو خير الهضره كما يقولوها، كما يقولوا اهضروا في حاجه اللي تفيد المجتمع يعني. ومن الاحسن اقراي المصحف، لهي روحك بالمصحف. حتى ولو كان ما تلقايش المصحف التما، ديري في بورطابلك، طلعي صوره ولا في اليوتيوب ولا واسمعي. احسن القران احسن من الاحاديث اللغو والهضره الزايده وتمسخير. وادعي الادعيه تاني مليحه. ادعي في قلبك. وكاين بعض النصيحه لكم يا اخوات، كثروا الادعيه في شهر رمضان. ومثلا وحده عندها مشاكل، عندها ضغوطات، تدعي ربي في كل الأحوال يستجيب لك ربي سبحانه. ومن الأدعية كما المستحبة، ومن الأدعية التي تستجاب هي الدعاء الشامل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تشوفي مثلا الأولاد ما همش مع بعضهم قد ولا حاجة، ولا قولي ربي انزع ما في صدور أولادي من غل، واجعلهم إخوانا على سرر متقابلين. أدعي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلهم للمتقين إماما. الأدعية بزاف: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، واصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني والله بزاف أدعية يا أخوات. كثروا الأدعية في رمضان، شهر الاستجابة، شهر الرحمة، شهر المغفرة. إن شاء الله ربي يغفر لي ويغفر لكم كامل، ويهدينا جميعا وإلى الصراط المستقيم. والهداية يعني كما يقولوا أجمل شيء نتمناه الهداية إلى الصراط المستقيم إن شاء الله. وتصوموا بالصحة والهنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.